اهلا بيكم في فيديو جديد. هل تعرف ان في ناس اللي بيعانوا من اضطراب ما بعد الصدمة PTSD بيكونوا اكثر عرضة ان هم يحسوا بألم مزمن في الجسم؟ دراسة حديثة كشفت عن نموذج التوقع الديناميكي لتفسير العلاقة بين الألم في الجسم والصدمات النفسية. الأشخاص اللي عندهم PTSD عندهم استجابة غير طبيعية عند الألم والتوتر، وعندهم خلل في استجابة الدماغ في تخفيف الألم، وده بيخلق حلقة مفرغة من المعاناة العصبية اللي بتخلي الألم والصدمات بيرتبطوا ببعض. الباحثون لقوا ان القشرة الجزيرية في الدماغ بتلعب دور رئيسي في التفاعل ده، بتشتغل على مركز التوقعات الداخلية وبتأثر على شعورنا بالألم والخوف والراحة. ولما بيكون النظام ده في الدماغ مش متوازن بيتحول الألم النفسي لألم جسدي، والمفروض نفهم حاجة زي كده عشان نطور علاجات نفسية تحسن الألم النفسي، يعني تقلل الألم النفسي، فبالتالي ده ينعكس على الألم الجسدي. يعني نستخدم معاهم تقنيات زي الاسترخاء والتأمل علشان نعدل استجابة الدماغ، وطبعا نعالج، يعني نغير الخطة العلاجية والدوائية معاهم. هل فعلا حسيت ان التوتر والصدمات بيخلوا جسمك يحس بالألم بزيادة؟